إذا كانت هذه آخر ليلة في الشهر، فالذي أوصي به نفسي أيها الأحبة وأوصيكم به وهو أن النفوس مهما يكن لابد أن تكون قد ارتاضت على لون من العمل. هذا الشهر بكامله الصيام والقيام وقراءة القرآن، فمن غير المعقول أبدا أن يرجع الإنسان من أول ليلة من شوال إلى المربع الأول. هذه جناية كبيرة وتضييع وخسارة وهدم. فإن الإيمان بنيان، الإيمان قول وعمل، فهذا الصلاة وهذه القراءة هي إيمان، فيكون الإيمان قد ارتقى وارتفع. فمن الخطأ من أول ما يظهر هلال شوال يهدم كل هذا ويرجع الإنسان إلى نفس الفتور والكسل، يكسل عن الوتر بركعة، يكسل عن قراءة جزء واحد من القرآن بعد ما كان يقرأ باليوم ربما 6 أجزاء أو 7 أجزاء أو 10 أجزاء، يكسل عن جزء واحد، ثم يمضي العام بكامله ولم يختم. فإذا جاء رمضان بدأ يبحث عن المصحف. هذا لا يكون أبدا. فهذا كنز كبير هو ما يروض الإنسان أو ما يروضنا عليه رمضان. هذه هي التقوى. التقوى هي الفعل المأمور وترك المحظور، هذه هي التقوى. فإذا حصل للعبد، ولا بد أن يحصل للمؤمن شيء من هذا، وإن كان الناس يتفاوتون، فيحافظ عليه، يحافظ عليه ويحاول أن يستمر وأن يستزيد شيئا فشيئا. لكن احفظوها، لا ترجع إلى المربع الأول. وإن حصل انشغال غفلة نحو ذلك في يوم العيد، ذهاب هنا وهناك وما استطاع الإنسان أن يفعل بعض ما كان يفعل، فلا تيأس. اليوم الثاني الثالث من يبقى. بعض الناس يأتيه الشيطان ويقول خلاص ما في فائدة، فيرجع إلى غفلته لأنه ترك 2 أو 3 أو 4 لم يقرأ ورده. طيب 4 أيام أو أترك السنة كاملة، فيستدرك النقص ويراجع النفس ويحاسبها. فهذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، يزيد وينقص. فمن الغبن أيها الأحبة أن نفرط وأن ندير أظهرنا إلى ما كنا فيه من قراءة وذكر وصلاة وما إلى ذلك.